السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. سنة سعيدة عليكم، ويا رب سنة 2023 تبقى بجد سنة كلها خير لينا كلنا يا رب جميعا. فقلت بقى ايه، نبدأ السنة كده اعمل أكلة حلوة كده للولاد. فجبت وراك وخليتها كده ونضفتها وظبطتها كويس جدا. وبعد كده نعمل لها تتبيلة حلوة، جبت بصلاية كبيرة مبشورة وحطيت لها ملح وفلفل اسود، وسبتها لغاية اما نزلت المية بتاعتها، وعصرت الباقي كده عشان تنزل كل المية. هحط لها معلقة من الصلصة، يعني معلقة مش مليانة قوي، ودبس رمان. هناخد برضو حوالي معلقة كده، برضو متكونش مليانة قوي عشان هو بيبقى مزز. تمام. ولو انت بتحبي المزازة بتاعته يبقى تمام جدا، عادي ممكن تحطي بزيادة. بس هي كده مظبوطة جدا وكانت طعمها تحفة، وهتنسي اي تتبيلة عملتيها قبل كده للفراخ لأي حاجة. هنحط نص معلقة من السبع بهارات، وهنحط فلفل اسود نص معلقة برضو. بجد تتبيلة تحفة جدا، بجد هتعجبك بجد. هنحط بقى نص معلقة توم باودر وزيها بصل باودر. تمام. وهنحط كمان بابريكا، البابريكا بتدي طعم ولون جميل جدا، هنحط معلقة صغيرة. وبعد كده نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، والتتبيلة دي تحفة جدا. انا نسيت احط ملح، المفروض ان انتي تحطي ملح لو ما حطيتيش في التتبيلة، يبقى تحطيه على الوراك اللي احنا خليناها دي. تمام. انا تبلت في الوراك من جوه وبره وبين الجلد بالشكل ده، يعني مخليتش فيها حتة ما اتبلتش. فطبعا عشان انا نسيت الملح، فهرش رشة الملح على الجهتين وما بين الجلد، ما بين الجلد واللحمة برضو. لازم طبعا ارش برضو ايه، ملح كده، رشة خفيفة جدا عشان خاطر بس يبقى طعمه كويس، ما عشان نسيت احط ملح في التتبيلة. انتي بقى التتبيلة المفروض تظبطي الملح بتاعها قبل ما تحطيها في الوراك. هنعمل بقى ايه الرز. انا هعمل حمام كداب، فالرز بتاعي هغسله كويس، وهروح على النار. هحط بقى البصل بتاعنا اللي انا كنت اخدت منه المية، طبعا ما رميتوش. فهحط عليه الزبدة ومعلقة من الزيت، معلقة زبدة معلقة زيت، وهسيبه لغاية اما يدبل خالص خالص. تمام. بقلبه طبعا لغاية ما يوصل للدرجة اللي انا عاوزاها اللي انتوا شفتوها، وهحط عليه الرز. انا الرز كنت يعني ما خدتش عيار بالظبط، بس حاولت ان انا ايه، يبقى مثلا كبشة لكل ورك انا هحشيه. تمام. وبس فضل معايا برضو حبة صغيرين قوي قوي، يعني ما كانوش كتير. تمام. هرشت بقى ملح كده عشان يبقى مفلفل وجميل. ولما احط المية لازم نحط مية مغلية، وما نوصلهاش للاخر. هو يعني في سوى الرز او قبل سوى الرز بشوية صغيرين قوي، زي ما انتم شايفين كده. يعني هو كده اقل من سوى الرز بحاجة بسيطة جدا. تمام. هنروح بقى ايه للوراك. انا سخنت فحم على النار، وهحطه بقى كده عشان يدي طعم تحفة بجد، حاجة كده هتنقلهولك في حتة تانية. هو ريحة الدخان بتاع الفحم، بجد هتدخنه هيبقى ليه طعم جميل جدا لما تيجي تاكليه. جربيه ان شاء الله هيعجبك قوي. هجيب بقى الورك بقى كده، وطبعا الرز كان هدي شوية معايا، مش سخن قوي. هاخد بقى كده على قد ما الورك يكون محتاج، وهبدأ ان انا الم الجوانب والف رول. طبعا اي حاجة بقى زيادة جنبي حواليا بلمها زي ما انتم شايفين كده. وبستخدم خلة الاسنان. ممكن لو مفيش خلة اسنان ممكن تستخدمي الاسترتش، ممكن تستخدمي الفويل. اي حاجة من الحاجات دي كويسة جدا. بس ايه، هتحطيه في الفرن، وبعد شوية كده بعد ما يستوي خالص هتفكي الكلام ده كله عشان ياخد وش في الفرن. لكن الطريقة دي حلوة جدا وسهلة، وبتبقى بسيطة بحيث ان انتي بسيطة في المعاملة يعني. الفويل والاسترتش بيجبرك ان انتي تعرضي نفسك للسخونية قوي يعني، فكده احسن. طبعا زي ما انتم شايفين انا عملت رول ولميت الجوانب كلها بال بالخلة الاسنان.
وبشيل الرز الزيادة وبتبقى كده جاهزة معايا. هعمل كمان واحدة تانية معاكم عشان تشوفوا هنعمل ايه فيها. طبعا زي ما انتم شايفين انا بلم اي حاجة زيادة وبعملها كده. تمام. هتبقى بالشكل الحلو ده الجميل ما شاء الله، ملفوفة حلو جدا ومش هتفك منك ابدا في الفرن. تمام. هنعمل واحدة تانية، هنحط الرز. المرة دي انا هعملها بعرض الورك مش بالطول، يعني اللي فاتوا كنت عاملاهم بالطول، فدي بعرض الورك. طبعا شوفي انت بقى ايه اللي هيبقى مناسب ليكي على حسب تقطيعة الورك، عشان ساعات بيبقى فيه اوراق بتبقى متبهدلة خالص، بتبقى عاوزة تتلم من جميع من كل حتة يعني. بعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. وبجد عايزة اقولك ان التتبيلة كانت جميلة جدا، تنفع معاكي لأي حاجة ناوية تشويها. حتى لو مش هتعملي يعني حمام كداب، تنفع معاكي للوراك عموما. لو هتعملي وراك في الفرن تبقى جميلة جدا. يا ريت بقى لو عجبتك بجد وجربتيها تقوليلي في التعليقات، وما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. ويا ريت تعملي شير للفيديو على الفيسبوك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. طبعا بقى ايه، نعمل بقى كل الكمية زي ما قلتلك، وبشيل كل الزيادات من الرز يعني اللي على الجلد، وهحطها بقى ايه في جايبة بقى الصينية بتاعتي، وحاطه لها الورق الفويل، لفاه بالفويل، وحطيت شبكة كده كانت عندي، وحطيت الوراك. طبعا ممكن تحطيها عادي في الصينية على طول، بس الطريقة دي جميلة جدا. حطيت بقى من تحت بقى توابل بقى ومنكهات تحفة بجد، هتخلي الريحة جبارة، هتجيب الجيران والله. حطيت ليمون وتوم، قرفة، كابوسيني، قرنفل، حبهان، ورق لوري. ماشي. وبحط بقى الوراك بتاعتنا. وطبعا انا عملت ورك كده من غير رز، كان ابني عاوزه كده فعملته من غير رز. عشان تعرفي كمان ممكن تعملي عادي من غير التتبيلة، تنفع معاكي لأي حاجة، خلي بالك. ولو مش هتحطي في الفرن برضو، لو هتعملي وراك مثلا ومش عايزة تحطيها في الفرن وتحطيها على النار من فوق، هتنفع معاكي برضو. هنحط بقى هنا في الصينية بتاعتنا، نحط مية مغلية، لازم تكون مية مغلية، ولازم الفرن يكون سخن اصلا من قبل ما ندخل الوراك عشان ما يفصلش في السوا، لازم يدخل على حرارة عالية. ما شاء الله طلع بالشكل الجميل ده، حلو جدا ما شاء الله. هناخد اللون الجميل ده بسبب التتبيلة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملناها. والطعم مقولكوش بقى حكاية، والريحة بجد والله كانت جايبة الدنيا كلها. كانت جميلة جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. بس ياريت بقى تقوليلي رأيك فيها وما تبخليش عليا بتعليق. عملت جنبها سلطة كمان، ونفتح بقى كده ونشوف ايه الأخبار من جوه، عشان نشوف كمان الرز بتاعنا الأخبار ايه، استوى ولا لأ. بس هو كان مستوي وجميل جدا ومفلفل جدا، هتشوفيه بجد. خيال بجد ما شاء الله. بصوا جميل جدا. اوعي تنسيني بقى في الاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم، كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة سعيدة عليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.